مساء الخير. معاكم المهندس احمد البنا من شركه بي تو سي ريل ستيت كونسلتنسي. النهارده الفيديو اللي هعمله ده عن العاصمه الاداريه الجديده. اعذروني لو هيبقى طويل شويه، بس اللي مهتم بالعاصمه الاداريه الجديده فعلا الفيديو ده هيستفاد منه كتير. انا هقسم الفيديو لثلاث مراحل. المرحله الاولانيه ان انا هديكم معلومه عن العاصمه الاداريه الجديده لازم كلكم تبقوا عارفينها. المرحله الثانيه هنشرح العاصمة الإدارية شرح تفصيلي، وبعد كده في المرحلة الثالثة هننزل على أرض الواقع عشان كل اللي بيتفرج على الفيديو يقدر يشوف العاصمة الإدارية الجديدة وصلت لإيه. إيه المعلومة اللي لازم كلنا نعرفها؟ إن الحكومة المصرية قررت إن العاصمة الإدارية الجديدة هتبقى تابعة لإقليم القاهرة الكبرى. طيب، الحكومة ادت القرار ده ليه؟ عشان سببين. السبب الأولاني إن الوزارات، مجلس الوزراء، القصر الرئاسي، كل الفاسيلتيز اللي متعلقة بالحكومة دستوريا المفروض تبقى موجودة في عاصمة الدولة. عشان كده ضموا العاصمة الإدارية الجديدة لإقليم القاهرة الكبرى. والسبب التاني عشان السفارات برضه. السفارات السفارات لما بتفتح لازم تفتح في عاصمة الدولة اللي بتوبريت فيها. ما ينفعش تروح تفتح في محافظة خارج العاصمة. يعني عمرك شفت سفارة موجودة في إسماعيلية، اسكندرية، بورسعيد؟ استحالة. طيب، ما هو العاصمة الإدارية متخطط لها مكان دبلوماسي لكل سفارات العالم، بس السفارات مش هتنقل عشان زي ما قلنا لازم تأوبريت من العاصمة. فدي برضو من أحد الأسباب اللي خلت الحكومة المصرية تضم العاصمة الإدارية للقاهرة الكبرى. معلومة مهمة جدا 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 لازم تعرفها. طيب، العاصمة الإدارية عبارة عن 170 ألف فدان. المرحلة الأولى بس 40 ألف فدان. ال 40 ألف فدان دول الحكومة طلعت منهم 24 ألف فدان للمستثمرين، وال 24 ألف فدان خلصوا، وفي طلب من المستثمرين على الأراضي في العاصمة الإدارية. وده إن يدل إن العائد على الاستثمار بالنسبة للمستثمرين في العاصمة الإدارية هو عالي وقوي. عشان كده بيتجهوا للعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتبعية الناس بتستثمر معاهم. ومع القرارات ومع مدينة الجيل الرابع ومع المعمول في العاصمة الإدارية، ومع إن الحكومة قررت إن هي هتزود كمان العاصمة الإدارية من 40 ألف فدان ل 50 ألف فدان، يعني توتال العاصمة الإدارية هيوصل 220 230 ألف فدان. ده هيخليها أكبر عاصمة في العالم كله. وكمان المرحلة الأولى للعين السخنة احنا بنتكلم 60 كيلو للبحر الأحمر. مع نهاية العاصمة الإدارية بمراحلها فأنت بتتكلم إن هيبقى شغلك في السخنة أو في السويس، أنت في خلال 10 دقايق ربع ساعة هتبقى موجود في العاصمة. وده هيترتب عليه إن الأسعار في السخنة وفي السويس وفي كل المدن اللي هتبقى على حدود العاصمة الإدارية أسعارها هتزيد لقربها من عاصمة مصر. دي كانت معلومة مهمة لازم تعرفوها. ويلا بينا دلوقتي نروح نشرح العاصمة الإدارية ال 40 ألف فدان. المرحلة الأولى نشرحهم شرح تفصيلي، وبعد كده ننزل نتفرج على اللي شرحناه. دي خريطة المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية الجديدة. المرحلة الأولى زي ما قلنا مساحتها 40 ألف فدان من أصل 230 ألف فدان. خلونا نقول أرقام كده الأول قبل ما نبتدي نشرح. المسافة ما بين ميدان التحرير والعاصمة الإدارية 45 كيلو. المسافة ما بين مطار القاهرة والعاصمة الإدارية 30 كيلو. المسافة ما بين العاصمة الإدارية والعين السخنة 60 كيلو. دلوقتي خلونا نشرح على الخريطة أهم الطرق والمحاور اللي حوالين وجوه العاصمة الإدارية. عندنا في الشمال هنلاقي طريق السويس، عندنا في الجنوب هنلاقي طريق القاهرة العين السخنة، هنلاقي في الغرب الدائري الأوسطي،
هنلاقي الدائري الاقليمي بيقطع العاصمه الاداريه المرحله الاولى في منتصفها بالظبط. عندنا محور مهم جدا وهو محور الامل من طريق السويس، بينزل يقطع العاصمه الاداريه، بيقطع الار 2 والار 3 مرورا بالار 5 والار 6. عندنا اهم محورين موجودين جوه العاصمه الاداريه، محور بن زايد الجنوبي ومحور بن زايد الشمالي، بيتوسطهم النهر الاخضر. المحورين دول بيبتدي من اول العاصمه الاداريه لاخر العاصمه الاداريه. بكده يبقى احنا شرحنا الطرق. خلونا بقى كمان نقول المدن المحيطه بالعاصمه الاداريه. عندنا في الشمال هنلاقي مستقبل سيتي ومدينتي، عندنا في الجنوب هنلاقي هنا الكيان العسكري الاوكتجون، عندنا في الغرب القاهره الجديده، عندنا في الشرق مدن القناه. نتكلم دلوقتي بقى ونشرح العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه هنشرح الاول فيها المناطق السكنيه. المناطق السكنيه في العاصمه الاداريه متكونه من 8 مراحل، من الار 1 للار 8. من الار 1 للار 6 دول تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه. عندنا الطرح الاول والار 7 والار 8 هو ده اللي مطروح للمستثمرين اللي دخلوا اخذوا الاراضي وعملوها كومباوندز سكنيه. خلونا نقول دلوقتي لو احنا جايين العاصمه الاداريه عن طريق التجمع الخامس، هنبقى ماشيين في شارع التسعين الجنوبي لغايه لما نعدي الاي سي، هنلاقي صينيه كبيره عند نادي القاهره الجديده. هنخش شمال، هنفضل ماشيين على طول لغايه لما هنلاقي كومباوند فاونتن بارك، وهنلاقي صينيه كبيره. هنخش يمين، ده محور بن زايد، وهي دي منطقه الجولدن سكوير في التجمع اللي فيها اكتريه الكومباوندز اللي هناك، اللي بانيينها اكبر المطورين العقاريين في مصر. ودي من اهم المناطق اللي موجوده في التجمع الخامس، وهي دي مدخل العاصمه الاداريه. واحنا ماشيين في محور بن زايد هنفضل ماشيين لغايه لما بعد ما نعدي الكارته هنلاقي الطريق الدائري الاوسطي. هنخش يمين، هنفضل ماشيين على طول مسافه 200 300 متر، هنلاقي كوبري، هنطلع الكوبري هننزل. نزلنا من الكوبري هنا بقينا في اول محور محمد بن زايد الجنوبي، وهو ده مدخل العاصمة الإدارية. واحنا واقفين في النقطة دي هنلاقي على شمالنا معلم من أهم معالم العاصمة الإدارية وهو مسجد الفتاح العليم. وعلى يميننا هنلاقي أول حتة أرض تبع شركة لافيستا، مشروع اسمه لافيستا سيتي، شراكة ما بين شركة لافيستا وهيئة المجتمعات العمرانية. مساحة المشروع 910 فدان، عبارة عن فيلات. وبعد كده واحنا ماشيين على محور محمد بن زايد الجنوبي هنبتدي بقى نشوف على شمالنا الار 1 وعلى يميننا الار 4، دي مناطق سكنيه. هنفضل ماشيين هنلاقي الار 2 والار 5. هنفضل ماشيين هيبتدي يظهر معانا معلم من اهم معالم العاصمه الاداريه، وهو منطقه الاعمال المركزيه اللي فيها البرج الايقوني. دي منطقه عباره عن 19 برج بيتوسطهم البرج الايقوني، اطول برج في افريقيا وتاني اطول برج في الشرق الاوسط بعد برج خليفه. قدامه الناحيه التانيه هنلاقي الار 6. بعد الار 6 هنلاقي المدينه الطبيه. عدينا على المدينه الطبيه وخلصناها، هيبقى تحتينا على طول الدائري الاقليمي. اول لما نعدي من الدائري الاقليمي في طريق محمد بن زايد الجنوبي هنلاقي مدينه المعارض اللي هي الاكسبو سيتي، وهتبتدي تظهر معانا كاتدرائية ميلاد المسيح. ومن هنا هنبتدي نخش في حتة الطرح الأول اللي هو أول طرح العاصمة طرحته للمستثمرين، دي كومباوندز على النهر الأخضر. ده أول طرح في العاصمة الإدارية. تاني طرح في العاصمة الإدارية هي الآر 7. الآر 7 فيها 3 جامعات، فيها مدارس انترناشونال، فيها فوق 35 ريزيدنشال بروجكت، فيها ميكس يوز بيلدينجز، فيها طبي واداري وتجاري. جنب الار 7 في حي الدبلوماسي، وهو ده اللي اتكلمنا عليه اللي هيبقى فيه كل السفارات. بعد الحي الدبلوماسي هنلاقي الطرح الثالث في العاصمه الاداريه للسكني للمستثمرين وهو الار 8. وميزه الار 8 ان منسوب الارض عالي، دي نقطه في الفيو بتاعها حلو جدا.
التيكت برايس لسه بتاعها مش عالي زي طبعا الار 7 ومنطقه الطرح الاول. ميزه الار 8 ان هي على النهر الاخضر، بتبص عليه على طول. وكده يبقى احنا شرحنا الجزء السكني في العاصمه. في حاجه بس حبيت اقولها لكم، من الار 1 للار 6 ما بين كل ار وار في منطقه خدميه، دي هتبقى منطقه ميكس يوز، هيتعمل فيها مباني طبي، اداري، تجاري، وفي حاجات فندقي ما بين كل ار. كده يبقى احنا خلصنا شرح المناطق السكنيه في العاصمه الاداريه. احنا دلوقتي هنتكلم على المناطق اللي فيها ميكس يوز بيلدينج، اداري، طبي، تجاري، وفندقي. عندنا على النهر الاخضر عندنا طبعا فندق الماسا وجنبه الداون تاون. الداون تاون دي اللي هي وسط البلد الجديده، دي عباره عن اراضي كلها هتبقى ميكس يوز بيلدينج. زي ما قلنا عندنا هنا مسجد مصر، اكبر مسجد في الشرق الاوسط بعد الحرم المكي. المنطقه دي طبعا في المستقبل هتخدم على 6.5 مليون بني ادم. في ظهر المنطقة دي هنيجي بقى لمنطقة مهمة جدا 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 في العاصمة الإدارية، وهي منطقة الحي المالي والحكومي. المنطقة دي فيها كل الوزارات بتاعة جمهورية مصر العربية، 36 وزارة. فيها الهيد كوارترز بتاعت كل البنوك اللي شغالة في مصر، فيها البنك المركزي، فيها البورصة. الحي المالي فيه مجموعة، يعني ما يقرب من 19 بروجكت إداري، مشاريع مهمة جدا، خصوصا ان المنطقة دي منطقة مهمة جدا 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 جدا. المطورين اللي فيها ابتدوا يعملوا مباني سستينبل بيلدينجز، جرين كوميونتي، مباني سمارت، مباني بتقلل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، مباني واخده ليد سيرتيفيكت عالميه. الموضوع ده طبعا موجود من زمان بره في الدول العربيه وفي امريكا وفي اوروبا. الموضوع ده لسه جديد عندنا، المباني السستينبل دي، بس اتس نيفر تو ليت. احنا عندنا كل الشركات المالتي ناشونال اللي بتدعم السستينابيلتي بتوبريت النهارده من مباني مش سستينبل. هم مستنيين فرصه ظهور مباني سستينبل في السوق، وهيبتدوا فعليا ينقلوا مقراتهم هناك. المنطقه دي من اهم المناطق خصوصا لقربها للجهات الحكوميه وللبنوك وللبورصه وللبنك المركزي. المنطقه دي مهمه جدا جدا جدا. من المناطق برضو الحلوة جدا في ظهر منطقة الأعمال، عندنا منطقة اسمها الام يو 7. الام يو 7 دي برضو شريط أبراج، مباني ميكس يوز على إطلالة البرج الأيقوني، ووراها هيبقى الار 3. احنا بنتكلم الار 3 فيها هيبقى أكبر تعداد سكاني موجود، إن هي أول منطقة هتسكن في العاصمة الإدارية، وفيها كومباوند المقصد تبع سيتي ايدج، وهو خلصان فعلا ومسلمين وحداتهم للناس، وفي ناس ابتدت تروح هناك عشان تبتدي تسكن. عندنا هنا ما بين الار 3 والار 2 في برضه منطقه استثماريه اسمها الام يو 23. زي ما قلنا ما بين كل منطقتين سكنيه لازم يبقى في منطقه خدمات تخدم على المنطقتين. هي دي منطقه الام يو 23 اللي بيعدي عليها محور الامل. دي ميكس يوز بيلدينجز برضه ما بين اداري، تجاري، طبي، وفندقي. عندنا هنا المنطقه الرئاسيه وساحه الشعب. عندنا هنا المطار الدولي الجديد. زي ما قلنا تحت هنا في الكيان العسكري الاوكتاجون. كده نبقى احنا شرحنا معظم الحاجات اللي موجوده في المرحله الاولى في العاصمه الاداريه. يلا بينا نروح بقى العاصمه الاداريه، نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده على ارض الواقع عامل ازاي. هو ده بقى اللي هنشوفه لما نروح نزور العاصمه. مساء الخير.
وبعد ما خلصنا شرح العاصمة الإدارية الجديدة، احنا النهاردة في العاصمة الإدارية زي ما قلنا لكم هننزل ناخد جولة نتفرج على كل اللي احنا شرحناه في العاصمة الإدارية الجديدة، ونشوف الإنشاءات اللي تمت على أرض الواقع، خصوصا إن عام 2023 هو عام الافتتاح. احنا النهاردة قدام بوابات العاصمة الإدارية، تمام، على محور بن زايد الجنوبي. على شمالي موجود مسجد الفتاح العليم، وعلى يميني موجود مشروع بيراميد سيتي ولافيستا سيتي. يلا بينا نروح نشوف العاصمة الإدارية وإيه اللي حصل فيها. احنا دلوقتي قدام السنترال بيزنس ديستريكت، حي المال والاعمال، اللي فيه البرج الايقوني، اطول برج في افريقيا وتاني اطول برج في الشرق الاوسط بعد برج خليفه. المنطقه دي عباره عن 19 برج بيتوسطهم البرج الايقوني. يلا نكمل لفتنا. احنا دلوقتي قدام الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية في حي المال والأعمال، في ظهرها حي المال والأعمال على طول. الجامعة خلصت واشتغلت بالفعل. احنا دلوقتي قدام مسجد مصر، تاني اكبر مسجد في الشرق الاوسط بعد الحرم المكي. قدام مسجد مصر موجود الداون تاون. ورا الداون تاون هنلاقي الحي المالي والحكومي، وكله طبعا على اطلالة البرج الايقوني. خلينا نبص بص على المكان. مسجد مصر،
المباني اللي احنا شايفينها دي هي الوزارات، 36 وزارة. ده الحي المالي والحكومي، في كل الهيد كوارترز بتاعت البنوك في مصر، في مبنى البورصة، البنك المركزي، قدامه على طول الداون تاون، وكله شايف البرج الأيقوني ومنطقة الأعمال سنترال بيزنس ديستريكت. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting, where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting, where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting, where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting, where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong.
there, I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there, I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there, this place is meant for you and me. Just meet me there. Meet me there, and let us be together. Forget about the future, forget about the past, and let us be together. Meet me there. All it takes is one day to sail away, where troubles fade away, where dreams run wild, chasing waves larger than life, where you and I belong. Just meet me there,
I'll be waiting where the sky meets the sea. Meet me there. This place is meant for you and me. Just meet me there. وبكده نبقى خلصنا لفتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. يا رب نكون وريناكم معظم المعالم اللي ظهرت في العاصمة الإدارية الجديدة. احنا دلوقتي في محور بن زايد الشمالي، المدخل والمخرج للعاصمة الإدارية. زي ما احنا شايفين المونوريل، في ظهرنا مسجد الفتاح العليم. كان معكم المهندس أحمد البنا من شركة B2C. لأي استفسارات عن العاصمة الإدارية ممكن التسجيل من خلال اللينك اللي في أسفل البوست أو من خلال الرقم اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي. واستنوني في فيديو تاني هتكلم فيه عن 10 نقاط مهمة جدا 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 للي بيفكر يستثمر في العاصمة الإدارية. أشوفكم على خير.